انما ما عرفش يعملها، وهو عاوزه واحد لئيم، والراجل ده طيب من المحله ما يعرفش ابدا يلبس ضربه الجزاء. كان عاوزه الجارم ولا محمد صلاح، ده في مهاجمين يلبسه بيقول له تعالى، وهوب ادي صورته اهي، عاوزين نغيروها لانها دي مش صورته يا جماعه. وتروح على طول وادي الكابتن مدحت على القناه الثانيه، وتروح الكوره. وحاجه جميله من قنوات مودرن ومخرجيها والكلام من ده، وتضيع اول فرصه من نادي الزمالك على قدم عبد الشافي. وبرافو محمد صبحي، يطلع في توقيت كويس قوي، تطلع كوره بره الملعب. ضربه ركنيه، ضربه ركنيه لنادي الزمالك. ومحمد صبحي اهو لازم يخض شويه الناس، انما لغايه لما محمد صبحي يقوم. عاوز اقول كان الاستوديو التحليلي بتاع مودرن كانوا بيتكلموا ان مجلس اداره الاتحاد في نيه انه يبيع البث الفضائي، او اللجنه اللي برئاسه الاستاذ لجنه البث ممدوح عباس، يعني بيقولوا ان هم هيبيعوا الدوري العام لاحدى المحطات الفضائيه. ده لو تم بقى تبقى يعني مشكله هنكملها لما يكون في وقفه، لان يعني يبقى كده يعني هنلحقها منين ولا منين، كله بيتباع. وادي الضربه الركنيه ويطلعها على طول احمد خيري وتطلع بره الملعب. اللعبه الوحيده اللي الشعب بيبتسم فيها وبيلاقي نفسه، ويا سلام يا لو جبتها يا راجل، يا راجل انت سنتراف ما انتش فيروت، استقبلتها حلوه قوي وتصويبها ويمسكها على طول محمد صبحي. والزمالك بدا ينتعش بعد 10 دقائق من البدايه، اللي هي خط ال 18، وفي صناديق انتخابات وفي وهنروح الكوره هي بتتلعب. بص بقى، هو معتمد هنا مدرب يعرف يستغل امكانيات لعيبته، يقدر يعدي هو ويقدر يشيل الله. ادي محمد ابراهيم، عشان لما بنتكلم كمان ادي احمد جعفر طمع فيها وضرب لخمه ورجعها هناك عند عبد الشافي. فين راس حربه هنا؟ اوه حلوه 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 ومباغته، طالما اتشاطت كده يبقى نور 100%، يبقى نور. ادي ايمن طاهر وادي نور 100%، وهو حطه في النص ومسنطره اهو. بص حضراتكم، والراجل داخل وكره حلوه قوي قوي قوي، سمعنا صوت الشبكه من بره وهي بتعملها. انما عبد الشافي كان عاملها حلوه قوي لنور، ونور يلعبها احلى، وكان صبحي بيدور عليها، انما تطلع ضربه مرمى لنادي الاسماعيلي. 25 دقيقه من زمن الشوط تتلعب ضربه المرمى. محمد ابراهيم بيجي له هناك، عبد الشافي فاضي، عبد الشافي خالص هناك اهو، وفعلا لو خدها وداس بيها، لو يا راجل دوس وانت متحرك، هوبا. وبقى هو يا عيني حطوه في حته مش بتاعته، عاوز واحد بقى يكون ايه حريف ياخدها. محمد صلاح بتاع منتخب، شيكابالا، ابو تريكه فيه ياخدوها من الحركه. محمد ابراهيم بص ده ياخدها بصدره ويروح انفرد، انما هو بقى ملوش دعوه، لسه باك ولسه هيعمل ولسه كذا، انما هو بينفذ اللي هم عاوزينه، وعامل حته شمال جابها شمال كويس جدا. وادي فرصه لنص الملعب هناك عند محمد ابراهيم، يمشي وبيشعبط فيه كريم وبيشعبطوا فيه اثنين، وعاوز ياخدهم جوه ال 18، وعنده المقدره دي، هو عنده المقدره، هيرقص مع 4 عنده. اوه لو في جمهور، لو في جمهور. الولد عمل كل حاجه في الكوره، انما الراجل قال له اوعى كده وفي حته كده، انما جهاد جريشه بيقول ما فيهاش حاجه، مش مشكله. انما يعني هجمه حلوه قوي واداء حلو قوي من دفاع الاسماعيلي ومحمد ابراهيم، اللي بيمتعنا النهارده بفاصل من الترقيصات والمحاولات، وهو اللي لغايه دلوقتي امل نادي الزمالك في هذا اللقاء او في هذا الشوط. نور يمشي، نور وعاوز يتلم على واحده يشوطها، يمشي نور قفلوا عليه ويلعبوا على طول لمحمد ابراهيم، بيخرم. لا 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 لا، يعني كتره تكسب الشجاعه، واتقلبت الكره عند عمر جمال. يلم عمر جمال بدمسه لمهاب، ومهاب لعمر، هيحول هناك الكره لعمر، ما حولهاش ويلعبها لمهاب. الاثنين بقى بيقول لك ايه، احنا الاثنين نلعب مع بعض، وعلى طول توصل الكره لجودوين هناك ناحيه اليمين، يلم جودوين اللي ضيف شرف هو عصام علي النهارده، تتلعب الكره على طول لمهاب اللي ما بيتحرك، هو وجمال بيعملوا شغل كويس قوي هجومي. ادي مهاب على طول، مهاب سعيد يلعبها لجودوين، انما على طول فتح الله يطلع الكوره بره الملعب قوي. شوط جميل من نادي الزمالك وجميل من نادي الاسماعيلي،
اللي انا بقول ان الدوري العام السنه دي الفرقه النادي كويس اللي يجرب اكتر من لعيب ويبني فرقه. يعني النادي الاهلي في امكانه انه يبني فرقه، الاسماعيلي بيبني فرقه اهو، وتصويبه وضربه مرمى لنادي الزمالك. محمد نصر طبعا بيجيب الكره دي مره واثنين وثلاثه. محمد نصر في الملعب على فكره، وعندنا احنا هنا يعني وائل بنساوي، ويعني مستر فييرا اهو يعني حاسس انه عنده المقدره ان هو يرقص ويمشي، ونور على نور، وبجوار القايم نور على نور، وضربه مرمى للنادي الاسماعيلي. كان زمان رفعت فناجيل الله يرحمه وعبد النصحي الله يرحمه، كان في فطاحل في الاهلي والزمالك من الشويطه. عبد البولاريس كان نجيب السكاوي الله يرحمه كان مسميه عبد بولاريس. كان في صاروخ روسي اسمه بولاريس زي سيد بازوكا كده في النادي الاسماعيلي، كان في كده بندقيه صغيره ونور الله، بس الولد هتعدي عدت وتروح لمحمد ابراهيم، فين هات وخد، هو بياخده على جوه وعلى ايه، من هنا راس الحربه اهو، ادي راس الحربه احمد جعفر. لسه بقول لحضراتكم الزمالك لو لعب اداء جماعي على طول يقدر يخلص. واول كره اداء جماعي ما بين عيد عبد الملك ومحمد ابراهيم واحمد جعفر عشان يتقدم الزمالك بهدف جميل من صنع عيد عبد الملك ومحمد ابراهيم، ويحرز احمد جعفر هدف الاول في المباراه. احمد جعفر، وتصبح نتيجه 1 الزمالك لا شيء نادي الاسماعيلي المجتهد. 1-0. ومحمد نصر عاجبه الامر قوي، هو شكله حلو. ادي محمد ابراهيم اخيرا لما لعبوا كره سريعه لعبها حلو قوي. احمد جعفر جميله 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 للصبح. 1 بعد 17 دقيقه من زمن الشوط الثاني يتقدم الزمالك بهدف جميل احرزه احمد جعفر بعد تمريره من عيد لمحمد ابراهيم يصطادها كره عرضيه. احمد جعفر في تغيير ولا ايه؟ هنشوف حد نزل ولا لا. بص بقى هنا مهاره، هي الحته دي بتاعته، هي الحته دي بتاعته، هو قادر يطلع على طول. ايمن محمدي، يا الله، اخيرا 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 هات يا محمد ناصر اللي اطلق قنبله. محمد ابراهيم وقنبله. الحته الاخيره دي بتاعته، الثلث الاخير بتاع محمد ابراهيم. هدفين في 3 دقائق تقريبا، في الدقيقه 20 والدقيقه 17 يتقدم الزمالك بهدف لاحمد جعفر من صنع محمد ابراهيم، وهدف ثاني اخر من محمد ابراهيم قنبله في تحط النتيجه. بصوا بقى هو الثلث الاخراني ده بتاعه، الثلث الاخراني بتاعه قنبله قنبله، وفرحان والناس فرحانه. ويعني الصراحه الشوط الثاني الاسماعيلي بيهاجم وبقى شكله حلو، ولكن الزمالك لما حس بالخطر ونزل يعني احمد عيد عبد الملك فتح جبهه شمال كده اهوت، وبص الراجل بص الراجل بص الراجل، كوره حلوه قوي. واحد يقول لي امال ليه ما كانش مع برادلي كده؟ اقول له لسه كان بيلعب جنب ابو تريكه، عمره ما لعب جنبه، وراه شديد اللي هو عمره ما لعب جنبه. ادي حضن ما بين ايمن طاهر ومستر